منتخب مغربي مرعب. شنو هو مرعب؟ يخوف بالاسماء بالارقام اولا الساعه باش من خاطر الوقت قاعد يداهم فينا. المغرب 30 سنه الاخرى ديما عندها لاعبين متميزين، ديما تلقاهم يلعبوا في فرق عالميه كبيره. نحكيو على جيل نتاع عزيز بودربيله، ونحكيو على تيمومي كريم وتيمومي، ثم نمشيو نليبد وقت الجيل هذاك مصطفى حاج كأس العالم 98 وبصير ثم نمشيو الاجيال بونو توا بونو الاجيال هذه كلها رغم التميز نتاعها ما خلاتش بصمه في كره قدم مغربيه، ما هزتش لقب كبير. عليه؟ لانه الملاحظين الكل يقولوا المغرب عنده فريق، عنده فرديات محترمه برشا، لكن ما عندوش فريق. وقت اللي المنتخب المغربي عمل فريق والاسماء الكبيره ذي اندمجت في روح المجموعه، تفكير المجموعه، المنتخب المغربي تألق تألق كبير. المكسب الكبير للمغرب اضافه للملاعبيه هذوما هو مدرب متميز جدا، عنده القبول وعنده الاحترام، هكا ولا بكي، وعنده الاحترام. بعد البيرفورمانس الكبيره نتاع كاس العالم صار التراجع، وكانت نكسه كبيره في كاس افريقيا. رغم هذا الكل استرجع المنتخب المغربي الاشعاع نتاعو والقوه نتاعو. كان نحبوا الاسماء والقيمه التسويقيه للمنتخب المغربي. ما نحكيوش على المستوى الافريقي، خليني نهزك لبعيد على المستوى الاوروبي. يتفوق على بعض المنتخبات الأوروبية الكبيرة كقيمة تسويقية للاعبين. كي نقول لك أنا أشرف حكيمي بركة 60 مليون يورو هكا 60. كي نقول لك إبراهيم دياز اللي اختار المنتخب المغربي، وهنا قوة الاتحادية المغربية لكرة قدم وكيفية إقناع اللاعبين هذوما. أخيرا فما دوفولي باش نخدم بها وباش ما نطولش برشا لأنه الموضوع طويل ياسر. المغرب تخدم في القاعدة متاعها على مستوى الشبان متاعها داخل المغرب، ولكن كذلك تشتغل الدبلوماسية الرياضية على مستوى الإقناع خارج المغرب. الخزان المغربي للاعبين اللي ينشطوا خارج حدود الوطن هو خزان كبير وكبير ياسر. ورغم الإغراءات الكبيرة من منتخبات عالمية، فإنه المنتخب المغربي ومسؤولين قدروا أنه يقنعوا لاعبين بأنهم يكونوا اخرتها اللي سجل ثنائيه اللاعب امل من امال حب عليه امل الياس بن صغير هذاك سيدي خويا ربح برشلونه وحده جمعتين التالي مع موناكو. هذاك كان ابرز لاعب امام برشلونه وما ادراك. سمير، النقطة اللي أثرتها أنت مهمة جدا، هي الدبلوماسية الرياضية. تعرف وزن المغرب في الكاف، وفوزي لقجع الرجل القوي داخل أسوار الكاف. المغرب تعتبر تير داكوي باللغة الفرنسية لكل المنتخبات اللي ما عندهاش ملاعب مؤهله لتيران اللي ماهمش اومولوغاسيون، ماهمش اومولوغي في كره القدم الافريقيه. دونك تستقبل كل المنتخبات. شكون توا نسجل على منوال المغرب؟ الكوت ديفوار نوفيل تير داكو دي بيي سون ستاد اومولوغي. الكوت ديفوار عندها 6 ملاعب اومولوغي في كره القدم الافريقيه. تونس عندها ملعب وحيد هو ملعب حمادي العقربي في رادس، وملعب فيه نقائص وعيوب كبيره لا يليق لا بالمنتخب الوطني التونسي لا بالانديه التونسية. باش نرمي الكرة الباكي كانت تحب. تفضل. على مستوى الدبلوماسية الرياضية، واحنا داخلين على انتخابات الكاف في مارس. حاليا باكي عنده الكواليس، انا مؤكد. طبعا مش نحكيو في اكثر التفاصيل. مش نحكيو في الطبع. انه المغرب حاليا في معناها سياسة قوة وضعف وكذا وعركة كبيرة ياسر. وتدفع بمرشح آخر. صحيح. التموقع الرياضي الافريقي، والمغرب هنا باش تلعب دور رئيسي وكبير ياسر في اللعبة هذه الانتخابية اللي باش تصير في مارس.